الدنيا اتقلبت عليا عشان كتبت منشور على الانستجرام علقت فيه على خبر انه احد كبار النصارى في الاردن اعلن السنه الجايه مفيش احتفال بعيد راس السنه تضامنا مع الناس اللي تموت في غزه. فانا قلت الراجل ده احسن من بعض الشيعة، عشان انا شفت بعينيا فيديوهات لشيعة في مدن مقدسه زي كربلاء والنجف وهم يرقصوا ويحتفلوا بيوم عيد راس السنه النصرانيه. انا كتبت الكلام ده من هنا الدنيا اتقلبت عليا من هنا. ايش اللي يشتم، ايش اللي يقول لي اللي انت كذاب، واللي يسال الراجل ده معانا ولا علينا، وده اللي هددني بالغاء المتابعه عشان هو لو الغى المتابعه بتاعته هموت من الجوع خلاص. يا عم مش مصدقني؟ اكتب على اليوتيوب احتفال راس السنه كربلاء وهتشوف بعينك اللي هياكلهم الدود، البجاحه وقله الادب اللي تتعمل في شارع السناتر. المصيبه الكبيره مش في احتفالهم وبس، البلوى المطينه انه الناس دول كانوا يحتفلوا في ايام شهاده الزهراء صلوات الله عليها على بعد اقل من 3 كيلو من قبر ابن الزهراء سيدنا الحسين عليه السلام. اودي وشي من المتشيعين الجداد فين؟ يا شماتة عبد العزيز يا للشيخ فيا، يا شماتة عمر الخطاب فيكم. على فكره لو رحت دلوقتي لمدينه كربلاء او النجف هتشوف للاسف يبيعوا شجره كريسمس وعروسه بابا نويل ترقص، والمطاعم والمحلات يعلقوا الزينه. تقول انت تمشي في شوارع روما او الفاتيكان، ولما تسال محتفل كده انت نصراني يا ابني هيقول لا. طيب تحتفل ليه يا متخلف؟ هيقول هو حاجه نعملها زي الخواجات كده يعني، وانت اي حاجه يعملها الخواجه هتعملها خبط لازم. طب دلوقتي الخواجات يؤيدوا الشذوذ هتبقى شاذ، والخواجات كمان يؤيدوا كيان بني صهيون ويدعموه بالمال والسلاح. ايه رايك تدعم الصهاينه؟ لو كان فكيك شويه هيقول لك احنا ملناش دعوه يا عم، احنا نحتفل بميلاد سيدنا المسيح عليه السلام، هو مش نبي؟ وهنا يقدح السؤال، هل انت عبيط متخلف وعبيط كمان؟ ليه تصفيت على التخلف والعبط؟ ده فيها جهل متأصل مضاف اليه غباوه متجذره. لو تدور كده في المصادر النصرانيه ولا واحد من علماء النصارى يقول انه سيدنا عيسى اتولد في اليوم ده، واليوم ده بالذات عيد وثن اضافه الرومان حينما اعتنقوا الدين الجديد. فبلاش استهبال وخليك من العك ده، عشان ده يسموه عقدة المنهزم. بل انهض وقول انا مسلم رافضي افتخر بديني واصلي والمجد للرافضه. قال الامام علي عليه السلام قل من تشبه بقوم الا اوشك ان يكون منهم. انت عايز تكون منهم؟ طيب المهم شوف الفيديوهات اللي فاتت وما تنساش تتابعني على الانستجرام عشان نمرتي موجوده هناك.